السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد من قناة إسلام محمد. النهاردة هنتعلم إزاي نفرغ الخطة تماما من اللعيبة ونخلي القوة الجماعية صفر. وليه انت ممكن تسألني ليه انا استفاد ايه من ده؟ ان ده انت طبعا بتشوف فيديوهات كتيرة للناس المحترفين، ان هما ما بيبقاش خلين لاعب في الخطة واحد، وبعد كده بيحطوا لك لاعب وبيكونوا لاعيبة قوية. او في ناس تانية على الفيسبوك تلاقيه منزل مثلا، تيجي تنزل ميسي او كريستيانو، تحط لقطة حلوة لكريستيانو ولقطة حلوة لميسي وكذلك. تمام، فهي دي الافادات بتاعتها. تمام، فاحنا النهاردة هنتعلم ازاي نفرغ خطتنا زي المحترفين، تمام، ونخليها صفر كوين اذا كانت اللي على الدكة او في الخطة الاساسية. هنجيب خطة اللعب، وبعد كده هنروح جايبين ايه. احنا حاليا محتاجين ايه؟ احنا محتاجين 23 لاعب، احنا مش محتاجينهم في الخطة. وطبعا تكملة للفيديو السابق، انا اشتريت اللعيبة اللي هي بزيرو كوين حرفيا. تمام، قصدي بزيرو جي بي، سامحوني، انا بزيرو جي بي من زيرو كوين. اللعيبة دي بزيرو جي بي ملهاش اي 30 لازمة. تمام، اشتريتها بعتها مش هتكسب حاجة. تمام، غير ان هي هتفيدنا في الحتة دي. احنا هنعمل ايه؟ هننزل اللعيبة اللي احنا خدناها. طبعا ان انت لو انت اشتريت اللعيبة دي هتدوس على شكل القميص اللي من تحت. تمام، هتلاقي انا عامل الترتيب عن ترتيب التعاقد. تمام، هيجيب لك اللعيبه اللي تعاقدت، اول لاعب اتعاقدت معاه وبعد كده اخر لاعب اتعاقدت معاه. لكن احيانا بنبقى عاملين التقييم اجمالي او المركز، المهم انت تغيرها لترتيب التعاقد. او ان انت ممكن لو هي هتنجي لعيبه عشوائيه من خطتك، ممكن عادي تفضل تنزل وتحطهم واحد واحد في الخط. احنا هنعمل ايه؟ هنجيب ترتيب التعاقد. تمام، عشان انا مشتري اللعيبه ورا بعضيها. تمام، فكل واحد مرتب فوق بعضيه. هنجيب ترتيب التعاقد. ايوه حضراتكم، احنا هنعمل ايه في الخطه حاليا؟ احنا اللي هنعمله في الخطه ان احنا مجرد بس هنجيب اللعيبه اللي احنا حطيناها كده. هنجيب كده، نحط. وما تهتمش بالمراكز، ما تقعدش تقول لي ده اس يتحط هنا، وده حارس يتحط هنا، وده كذا يتحط. لا، ما فيش حاجه اسمها كده. احنا هنرميهم بمعنى الكلمه في الخطه، وبعد كده نخش على الخطوه التانية. وبس كده حضراتكم، احنا حطينا اللعيبة اللي بزيرو كوين حرفيا ملهاش اللازمة في الخطة. تمام، واحنا اللعيبة دي هنخش على الخطوة التانية. احنا زي ما انتوا شايفين حضراتكم، حطيناهم 23 ال11 في الخطة، وال12 في التبديلات. تمام، هندوس عودة. وبعد ما ندوس عودة هنجيب فريقي، وبعد كده هنجيب اللاعبون، وبعد كده هيجيب لي علامة صح. هتلاقي عند اسم اللاعب. معنى علامة الصح دي ان ده فعلا موجود يا اما في تشكيلتك يا اما في التبديلات. فمعنى كلمة صح دي ان احنا اول ما نشوف كلمة صح يبقى هي دي اللعبة اللي احنا ضافينها في الخطة. فاحنا نجيب التشكيلة من تحت. تمام، وبعد كده نحدد لاعب. وبعد ما نحدد 23 لاعب، ادي مكتوب العدد المحدد من فوق 23 لاعب. بعد ما نحدد 23 لاعب هنجيب تنفيذ. نروح ضاغطين عليها ونجيب الاستغناء. هيقول لي لن يتم الحصول على اي عنصر مقابل هذا الاستغناء تشمل لعيبة مسجلين في الخطة. يعني معنى الكلام ان انت مش هتاخد اي حاجة من الاستغناء عن اللعيبة دولت، لانهم اصلا مش يدوك اي حاجة بزيرو كوين. زيرو جي بي، يعني لا مؤاخذة انا كل مرة بغلط فيها. بزيرو جي بي، وتشمل لعيبة مسجلة في الخطة. اللعيبة اللي عندك دي اللي انت اخترتها عايز تستغنى عنها مسجلين في الخطة. فنروح دايسين على الاستغناء، وراح اقول لي تم الاستغناء عن 23 من اللعيبة، لم يتم الحصول على اي عنصر مقابل هذا الاستغناء. هندوس اوك.
وندوس عودة تاني. وبعد كده اول ما نخش هتلاقي عليها علامة حمرا في التشكيلة، يعني في لاعب ناقص. بس هو كده مفيش لاعب ناقص، لا دي الخطة كلها ناقص. هتلاقي بص كده كل المراكز فاضية. تقدر انت تعمل فيديو مثلا، تجيب مثلا فلنفترض يعني انيستا، تروح حاطه في الحتة دي، واول ما تسيبه كده تروح عامل لقطة كده لانيستا وهو مثلا بيشوطها من برا منطقة ال18 او ايا كان يعني. وبعد كده تكمل على الفيديو كده وهتلاقيه انتشر وبقي مية مية. وده زي احنا كده اتعلمنا حضراتكم ازاي نفضل خطة زي المحترفين، عشان لو هنعمل عليها فيديوهات او ان احنا هنتمنظر مثلا ان احنا نقعد نحط ميسي وجريزمان والناس في مراكزها كده ونقعد نتمنظر باشكال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.